بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن الجيش السوري الحر. ما زال نظام الأسد البائد يتبع أساليب التضليل والخداع المكشوفة والغبية كعادته التي ألفها الناس وحفظها. ففي ظهر هذا اليوم الخميس الموافق 5/1/2012 قامت مجموعة من شبيحة النظام باقتحام مخفر شرطة سور في منطقة اللجاء التابعة لمحافظة درعا، حيث تم قتل 2 من عناصر الشرطة وجرح العناصر الباقين. وتبين أن قسم الأمن العسكري في منطقة إزرع هو وراء هذه العملية، حيث رصد أحد العناصر التابعين لهذا القسم ضمن المجموعة المقتحمة، كما رصدت السيارة التي كان تستخدمها المجموعة، وهي تمر من حاجز أمني تابع لقوات النظام على تقاطع منطقة محجة إزرع. ثم قام النظام بجلب مجموعة من المراقبين العرب إلى مكان الحدث بغرض تضليل اللجنة والناس وإبعادهم عما يجري على أرض الواقع. ونحن بدورنا كجيش حر نطلب من اللجنة عدم الانحياز للنظام والانجرار وراء فبركاته، والتوجه فعلا إلى المناطق المنكوبة والمناطق والمدن التي أصبحت كمستعمرات للجيش وشبيحة النظام. كما نطلب منهم التوجه إلى المناطق دون أخذ الإذن من النظام، لأن النظام يقوم بإخلاء أي منطقة يتوجه إليها المراقبون من الجيش ثم إعادتهم إليها فور انتهاء مهمة اللجنة. عاشت سوريا حرة أبية. النصر للشعب السوري الحر. النقيب قيس القطاعنة، الجيش السوري الحر.